تحسين العلاقات. انت عارف انك تقدر تبني علاقة قوية مع اي حد انت نفسك تعمل معاه علاقة قوية او ان انت تبقى مستمر معاه في العلاقة؟ لو الموضوع ده يهمك كمل الفيديو ده للاخر. اساس العلاقات هي الفهم. يا جماعة انا لما بفهم الناس اللي حواليا وافهم مشاعره وافهم هو بيحب ايه وما بيحبش ايه، وايه الحاجات الايجابيه اللي هو نفسه ان هو يعملها، وايه العيوب بتاعته، مجرد ما انا هفهم الشخص فبالتالي هعرف ازاي اتعامل مع الشخص، لان اوريدي انا فهمته، اوريدي انا وصل لي الاحساس بتاعه، فبدات ان انا اتعامل معاه من زي ما هو عاوزني اتعامل معاه. اهم حاجه ان انا افهم الشخص هو بيحب ايه. يعني احنا عندنا انماط شخصيه، عندنا نمط اسمه بصري ونمط اسمه سمعي ونمط اسمه حسي. النمط البصري ده هو بيفهم لما بيشوف، والنمط الحسي بيفهم لما بيحس، والنمط السمعي بيفهم لما بيسمع. فانا مجرد ما انا اقدر اكتشف النمط بتاعه وابدا اريليت نوع الشخصيه بتاعته وافهم الشخص اللي انا بتعامل معاه، هعرف اتعامل معاه كويس قوي، وهعرف ان انا ازاي اقدر ان انا اتواصل او يبقى في تواصل ما بيني وما بين الشخص ده. طيب لو جربت حاجه زي كده او جربت ان انت تبني تواصل ما بينك وما بين شخص، قول لنا في الكومنتات عملت ايه علشان تعرف تبني تواصل بطريقه كويسه. شكرا.